التغيير ما يبقاش وحش زي ما إحنا فاكرين، وخوفنا من التغيير ده هو اللي هيخلّينا واقفين عند نفس النقطة، بس مجرد ما تتقبل التغيير ده لإنه مفروض، ساعتها بس هتعرف عادي إننا نتغيّر، وده بالضبط اللي كان بيحاول يقوله فيلم كوربس برايت. الفيلم ده من أكتر الأفلام اللي شايفه بيتكلم عن المجتمع والطبقية بشكل واقعي، الفيلم لامس الواقع بطريقة حلوة أوي. تعالَ بقى أقول لك ملخص الفيلم على السريع. الفيلم بيدور في قرية هادية في العصر الفيكتوري، ويبدأ بقصة شاب اسمه شاب طيب وخجول داخل على جواز تقليدي مع بنت اسمها فيكتوريا، والجواز ده مش نابع من حب في الأول، بل ترتيب بين عيلتين، واحدة محتاجة فلوس والتانية محتاجة مكانة اجتماعية. فيكتور بيبقى متوتر جدًا من الجواز، خصوصًا إنه مش عارف يعبّر عن نفسه، ده بيخلّيه يغلط في مراسم الزواج قدام الكل، فيضطر يهرب للغابة عشان يتمرن على العهود دي بعيد عن الضغط. وهنا بيحصل التحول الحقيقي في القصة. فيكتور وهو بيعيد كلمات الجواز بيحط الخاتم في فرع شجرة، لكن يكتشف إن الفرع ده في الحقيقة إيد جثة، والجثة دي بتقوم فجأة وتظهر شخصية إيميلي اللي بتعتبر إن فيكتور كده خلاص اتجوزها، وإيميلي كانت بنت اتغدر بيها واتقتلت قبل ما تتجوز، ومن ساعتها وهي بين الحياة والموت. لأول مرة تلاقي حد اختارها حتى لو كان بالغلط، وإيميلي بتاخد فيكتور لعالم الأموات، وهنا الفيلم بيبدأ يقلب المفاهيم، والعكس المتوقع بيحصل إن عالم الأحياء بيبقى كئيب ومليان قواعد وضغط اجتماعي، والناس فيه عايشة بشكل ميكانيكي، على عكس بقى إن عالم الأموات مليان ألوان وموسيقى وحرية وحياة غريبة لكنها صادقة. وهنا الفيلم قلب المفهوم وخلى العالم اللي المفروض ميت هو اللي فيه حياة، وفيكتور في البداية بيكون مرعوب ومش فاهم، لكن مع الوقت بيبدأ يتأقلم ويشوف جانب تاني من الحياة أو الموت. وهنا فيكتور بيلاقي نفسه بين عالمين، عالم الحقيقي وفي فيكتوريا، وعالم جديد وفي إيميلي. في نفس الوقت فيكتوريا في عالم الأحياء بتعاني، بتحاول تثبت إن فيكتور ما اختفاش بإرادته، لكن ما حدش مصدقها وبيحاول يجوزها لحد تاني. فيكتور بيقرر يرجع لعالم الأحياء لأنه اكتشف إنه بدأ يتغير وبدأ يفهم مشاعره أكتر. في لحظة معينة بيقرر يضحي ويكمل مع إيميلي حتى لو ده معناه إنه يموت عشان يبقى معاها، لكن هي تظهر الحقيقة. إيميلي تفهم إن فيكتور قلبه مش معاها وإنه بيحب فيكتوريا، برغم إنها كانت محتاجة الحب ده بتقرر تسيبه. قرارها ده بيكون أكبر دليل على تطورها، إنها تختار سعادة غيرها على حساب نفسها، وفي النهاية إيميلي تتحرر وتتحول لسلام وتختفي بشكل جميل. بعد ما لخصت لك الفيلم انا بقول لك انا شفت الفيلم ده ازاي. انا شفت الفيلم صراحه بيتكلم عن التغيير والخوف منه، والفيلم وضح ده بعد مواسم الزواج لما فيكتور اتجوز ايميلي ودخل عالم الاموات. هو في الاول ما كانش راضي عنه، ونقدر نقول انه ما كانش متقبل التغيير اللي حصل، ومع ذلك هنشوف ان هو فضل في نفس النقطه، مفيش حاجه اتغيرت الا لما تقبل التغيير ده. وهنا بدا الفيلم يمشي في الاحداث. بالنسبه لفيكتوريا بعد ما عرفت ان اهلها هيجوزوها لواحد تاني ما تقبلتش التغيير برضه، وبالعكس ده حاولت تمنعه، بس مع ذلك هنشوف ان التغيير حصل حتى لو انت مش راضي عنه. القدر هيحصل كده كده، فالقرار قرارك، يا اما تتقبل التغيير ده وتتأقلم معاه او حتى لا، في كلا الحالتين هيحصل. اعمل ايه؟ يا جدعان نقف هنا بقى شويه، يعني دي بجد احلى انيميشن في الفيلم ده كله. انا مش عارف ازاي العبيط اللي اسمه فيكتور ده ساب دي واتجوز العبيطه دي. خلينا نرجع بس بعيد عن الهزار، ايميلي كانت اكتر شخصيه فهمت التغيير وتقبلته للنهايه، وانا شايف انها تمثل القدر اللي لسه متكلمين عنه من شويه. يعني حتى لو فيكتور ما كانش حبها وده اللي حصل في الفيلم فعلا، بس مجرد انه تقبل التغيير ورضي بالقدر اللي هي ايميلي، برضه القدر اللي خلاه ايميلي تسيبه ويتجوز اللي بيحبها. والفيلم بيوضح ان التغيير مش دايم، لكن يقولك ليه هو اللي بيخليك تمشي لقدام. بالنسبه للنهايه، وانا جاي اتكلمك عن نهايه الفيلم، ألخص لك كده يعني الفيلم كان عايز يوضح لك إيه. الفيلم مش مجرد قصة حب غريبة، هو عن التغيير والتقبل وإنك تلاقي نفسك، إن الحياة دايما مش في المكان المتوقع يا صاحبي. بص، هو أنت ممكن تكون مستغرب إني ما اتكلمتش عن الحب في الفيلم ده، بس بصراحة في يوتيوبر كتير وناس كتير قوي اتكلمت عنه، فحبيت أقول حاجة جديدة وكمان أتكلم اللي أنا شفته. لو عايز أتكلم عن أي فيلم اكتب لي أنت بس في الكومنت، وبس كده. سلام.